علاقة زبيدة ثروت بالسينما استمرت 20 سنة من عمرها، وخلال هذه السنوات قامت ببطولة أكثر من 20 فيلم. أول أفلامها نساء في حياتي سنة 57، وآخر أفلامها زهرة البنفسج سنة 77. لعبت زبيدة ثروت في كل أفلامها دور الأنثى الجميلة الرقيقة الحالمة، وجسدت كل معاني الرومانسية بدقة وشاعرية، وإن اختلف الأداء والتأثير باختلاف المرحلة العمرية التي كانت عليها. وكانت في كل هذه الأحوال جميلة ورقيقة وحالمة